مساء الخير. في حركة غير طبيعية ومخيفة بتحصل دلوقتي جوه أمريكا، وخصوصا بعد الهجوم الكبير اللي شنه العديد من الدول على أمريكا في الأمم المتحدة لأول مرة في التاريخ. وده حسب تقرير لسه نازل من شوية لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية. فوزير الدفاع الأمريكي فجأة كده وجه أمر مباشر باستدعاء مئات الجنرالات والأدميرالات من قادة الجيش الأمريكي لاجتماع عاجل هيتم خلال بداية الأسبوع المقبل في قاعدة عسكرية تابعة للمارينز في ولاية فيرجينيا. وعشان تبقى فاهم، فالاجتماع ده عايز أقول لكم إنه سابقة ما حصلتش قبل كده في التاريخ الحديث لأمريكا. يعني مفيش أي اجتماع زي ده حصل قبل كده، ولا حتى في التسعينات وقت الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي السابق، ولا حتى بعد أحداث 11 سبتمبر وغزو العراق. المهم، بعد الخبر ده ما ظهر للصحافة الأمريكية وصفته بأنه حدث يحدث مرة واحدة في الجيل، ومراسل مخضرم في البنتاجون قال بالنص انه بقاله 30 سنة خبرة في العمل الصحفي والسياسي ما شافش حاجة زي دي خلال سنين عمله كلها. وحاليا حتى القيادات العسكرية نفسها مش فاهمة الاجتماع ده معمول ليه، وفي تعليمات مشددة بعدم تسريب أي تفاصيل حساسة للصحافة. فيا ترى إيه اللي بيحصل وبيتخطط ليه بالظبط؟ للأسف حتى الآن محدش عارف. واللي زود الغموض والقلق أكتر هو إن الدعوة اللي حصلت دي جاية في وقت متوتر وشديد الحساسية، عشان في الأيام اللي فاتت وفي وسط ما احنا مشغولين باجتماعات الأمم المتحدة والاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، الأحداث كانت عمالة تتصاعد في أوروبا بشكل مخيف ومحدش واخد باله. طب إزاي؟ ركزوا معايا بقى عشان الكلام ده متكلف ومهم ومش عايز حد يتوه مني. شوف يا سيدي، خلال الأسبوع اللي عدى ده التوتر بين روسيا وحلف الناتو كان عمال بيزيد في كل ساعة تقريبا، وده عشان بحسب تقارير صحيفة لشبكة الMBC وصحيفة الجارديان، وروسيا عمالة تزود اختراقاتها للأجواء الأوروبية بشكل غير مسبوق، وتحديدا في بولندا والنرويج ورومانيا وأستونيا وباقي دول البلطيق. كلهم تقريبا اتعرضت مجالاتهم الجوية خلال الكام يوم اللي فاتوا لاقتحامات سافرة بطيارات مسيرة غامضة، وصلت لدرجة ان مطار أوسلو ومطار كوبنهاجن اتقفلوا بالكامل الأسبوع اللي فات بسبب هجمات اتسببت في انفجارات قريبة من أجوائهم. مقاتلات الناتو أثناء الهجوم دي كانت بتخرج عشان تتصدى للمسيرات دي وتوقعها، والدول الأوروبية بتتهم روسيا رسميا بأن هي اللي ورا الهجمات دي، وروسيا كالعادة بتنفي وبتقول إنها ملهاش أي علاقة بالهجمات. والله أعلم هم فعلا هم اللي وراها، ولا في طرف مجهول بيدفع الأوروبيين للحرب من روسيا في الظلال. طيب، ممكن يبقى الطرف المجهول ده، لو كان في طرف مجهول أصلا، يعني الفكرة هتوصل لك وهتفهم انا اقصد ايه لما اقول لك ان ترامب من حوالي 3 ايام كده كتب تصريح خطير على السوشيال ميديا، قال فيه ان لازم دول الناتو تتعامل فورا مع اي طائرة روسية تخترق مجالهم الجوي وتسقطها فورا. ومش بس كده، ده وصف روسيا كمان بانها نمر من ورق، وان اقتصادها متهالك ومش هتتحمل الوقوف ضد الناتو. وفي تقارير بتقول ان ادى الضوء الاخضر للاوكرانيين بانهم يقصفوا العمق الروسي بالصواريخ الباليستيه لو موسكو تجرأت على ضرب منشآت الطاقه الاوكرانيه. وفوق كل ده كمان ظهر تقرير مخيف بيقول لك ان واشنطن بعتت طياره اسمها E-68 ميركوري لاوروبا. الطياره دي يا جماعه بيسموها طائره يوم القيامه عشان هي بتستخدم في اداره الحروب النوويه. وطبعا مباشرة بعد ما ده حصل، الرئيس الأوكراني زيلينسكي طلع يصطاد في المية العكرة وقال في تصريح موجه لروسيا: أوقفوا الحرب أو استعدوا للهروب نحو الملاجئ. وهنا بقى الرد الروسي على التصريحات دي كان بمنتهى العنف، وكان رد مخيف جدا، وركزوا معايا قوي. أولا، السفير الروسي لدى فرنسا أليكسي ميتشكوف أصدر تحذيرات رسمية مباشرة للناتو بأن أي محاولة من الحلف لإسقاط طائرة روسية ستعتبر بمثابة إعلان حرب. وثانيا والأخطر بقى، هو أن ديمتري ميدييف الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي قال في تصريح نقلته وسائل الإعلام الأوروبية كلها إن روسيا بتمتلك أسلحة لا تحميكم منها الملاجئ. طبعا ده تهديد مبطن باستخدام السلاح النووي. وجاي امتى الكلام ده؟ جاي في الوقت اللي فيه روسيا بالفعل بتجري تجارب صاروخية في بيلاروسيا، وفي تقارير بتتكلم على انها بتعمل عملية محاكاة للضربات النووية. فيا ترى الناس دول كلهم بيحضروا لايه؟ وليه امريكا بتجمع قيادات الجيش بتاعها في الاجتماع الاستثنائي ده؟ هل ممكن يكون الموضوع ليه علاقة بالتوسع الإسرائيلي والتصعيد المحتمل في الشرق الأوسط
سواء ضد مصر أو إيران، ولا ممكن تكون أمريكا بتحضر لضرب فنزويلا اللي بقالها أسابيع عمالة تضرب سفنها بالفعل في المحيط الهادي بذريعة القضاء على عصابات المخدرات. حتى الآن محدش عارف للأسف. واشنطن دلوقتي ممكن جدا تكون بتحضر للحرب ضد الدول أمريكا اللاتينية، أو ممكن تكون بتجهز نفسها لصدام واسع بين دول حلف الناتو ضد روسيا، وممكن برضو تكون بتحضر للتدخل لصالح إسرائيل في الشرق الأوسط، أو الأخطر ممكن تكون بتحضر لكل دول في آن واحد. الله أعلم إيه اللي بيدور في الكواليس حتى الآن، بس الوضع خطير جدا، والتصعيدات المستمرة دي وصلت لمنحنى حساس وحرج للغاية. وطبعا ربنا يسترها عشان الكوكب والاقتصاد العالمي كله مش ناقص أو لا يتحمل حروب وتصعيدات جديدة. لو وصلت لهنا ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان يوصل لغيرك ويعرف تطورات الموقف على الساحة العالمية رايحة لفين. طبعا أنا بشكركم جزيل الشكر، ونتمنى الخير والسلامة لبلادنا، وتحيا مصر.